كلهم من رسول الله ملتمسوا صلى الله عليه وسلم. التفسير من الاسلام والتوقيع لاهل الاسلام بطريقتهم الوحيده فرق اقتصد، ولا هيسودوا ازاي ويمصوا دمنا ازاي؟ جعل اهلها شيعا، وقع الفقراء في الاغنياء والشباب في الفتيات والمسلمين في المسيحيين والمسلمين في المسلمين والشباب في الشيوخ، جعل اهلها كل اهلها شيعا بغير هذه الوسيله. ما يعرفش يقعد ويستريح ويظلم وينهب ويمص الدم واحنا مشغولين ببعض. اتحاد الملاك لازم يدوروا السكان كلهم والملاك كلهم حلاوة العمارة اللي هم ساكنين فيها دي، لأن فيها منافع وفيها مية ونور وصرف ووسائل إعلام وحاجات جميلة، وناس بتزور بعض وبتطمن على بعض. بعد ما نقعد مع بعض بالشكلية في بلدنا نقول يلا بينا نحط الحدود بره العمارة، السلك الشائك ده نحفظ بيه عمارتنا من بره. حدود الإسلام اسمها السلك الشائك، ما تتحطش إلا بعد ما العمارة الناس تسكن فيها وترتاح وتنعم وتسعد بحرية الإسلام وعدل الإسلام وفضائل الإسلام وأخلاق الإسلام وقيم الإسلام وحسن الجوار. ويأذيني جار اليهودي أروح أطمن عليه لما ما أحطش الوساخة في يوم من الأيام. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الوردة اللي فوق دي وتحتها شوية شوك، لما أجيب لك الشوك بس لازم هتتقرف وتتضايق. لما اوريك الوردة وتشمها وتنبسط منها وتلاقي تحت منها شوك مهمته ان ما يخليش حد يقطع الوردة او ما يبوظهاش، هتطمن وتبقى سعيد وتروح تحط معايا السلك الشائك بره البلد كلها وبره نظام البلد كله، لانه مصلحتي ومصلحتك. بقول لهم ان نظام مصر هو مكنة مصر. الدولة ملهاش الرئيس ولا الوزارة، الدولة شعب وحكومة مجموعين مع بعض بيكونوا مكنة مصر. مكنة مصر أسرة كبيرة جدا وقوية جدا، أقواها وأكبرها وأعظمها الشعب المصري. شعب عريق صاحب تاريخ، ركزوا فيه بس هممه وتتفرجوا عليه. الواحد مننا كان بيطلع بره دكتور فاروق بس كان معانا في علوم المشروع، كنا بنتخانق عشان نخلي ال 40 جنيه المرتب 50 جنيه. دلوقتي بنجيبوه بمئات الالاف من الدولارات في الساعة الواحدة. طب ما هو ابنك وكان تحت جناحك وكنت اديت له حاجة كان فضل في بلده وانبسط واتبرك، لكن ايه اللي خلينا نبقى هناك؟ لا سيستم محترم بيحترم قيمة الانسان ويطلع ملكاته. انما هنا بيسحق اي صاحب فكر اي صاحب اختراع اي صاحب ابتكار، وبعدين يقول لك الاسلام بيجمد الفكر. ده النبي عليه الصلاه والسلام قبل اقتراح بيصلح له خطته في غزوه بدر، وبيحض على التفكير في الافضل حتى لو كان الذي يصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.